السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي نركب اي يو اكس في عربية سكودا اوكتافيا اي 5، وبنفس الطريقة ممكن نركبها طبعا في الفانتازيا ونفس الكلام في الاي 4 أو في أي عربية عامة، مع اختلاف المكان اللي هنثبت فيه السوكت. أولا هنحتاج سوكت اي يو اكس في ميل، حاجة زي كده. ده موجود عند رام، محل رام الإلكترونيات في باب اللوق، جايبه منه ب5 جنيه. وده شكل تاني جايبه من العتبة، برضو كان ب5 جنيه من سوق الخضار. انا كنت هركب ده فعلا، وهتشوفوا في جزء من الفيديو ان انا كنت فعلا مركب ده، بس غيرته بعد كده بالسوكت ده. ده جولد بليتد، جه قصادي بالصدفة واشتريته اونلاين من بره مصر وجالي، ففي الاخر خالص فنشت بيه العربية. طبعا افضل من دول بمراحل. ده معانا سوكت ميل بس عشان خاطر نتست بيه. كل اللي احنا نحتاجه زي ما قلنا سوكت من اي نوع من دول، وانا افضل انصحك تجيب واحد من ده وواحد من ده. طب ليه؟ لو احنا بصينا هنلاقي الاسود ده يعني الكواليتي بتاعته اعلى شوية من الابيض، لكن لو بصينا هنلاقي ان الصامولة في الاسود اتخن من الابيض. احنا المشكلة عندنا لما نيجي نركبها في الكونسولة، التخانة بتاعت الكونسولة بتاعت الفبر كبيرة، فهنيجي نركب دي هتبقى صعبة معانا شوية. فانا عملت ايه؟ جبت دي وخدت منها الصامولة بتاعت دي عشان خاطر رفيعة، وركبتها هنا بحيث تديني مسافة اقدر اربط فيها براحتي. ده اللي انا كنت اعمله في الاول قبل ما اركب السوكت ده. نرجع تاني اللي احنا قلنا محتاجينه: سوكت فيميل، وكابل اسمه كابل 1 في 1. طبعا بالطول ده قصير، بس انا جايبه عشان اشرح عليه. الكابل ده لو احنا هنركب في الكاسيت الاصلي بتاع العربية مش هنحتاج اكتر من ده. ولو ما لقيتش ده ولقيت كابل اسمه 2 في 1، بيبقى طرف من هنا كده والناحية التانية طرفين، برضو مفيش مشكلة. وده اللي انا استخدمته عامة عندي في العربية، عشان للأسف انا مغير الكاسيت، فانا ركبتها عشان خاطر بس اشرح لكم طريقة التركيب. ده كان كابل 2 في 1 زي ده بالظبط، وقصيناه. ده كان طبعا طويل جدا جدا، خدت منه جزء حطيته في العربية. قصينا الكابل من هنا كده، طلع لنا 4 أطراف. ال4 أطراف عبارة عن السماعة اليمين والأرضي بتاعها، والسماعة الشمال والأرضي بتاعها. زي ما احنا عارفين ان اي سماعة بتبقى طرفين، طرف موجب وطرف سالب. هقطع لكم الكابل ده عشان نشرح عليه. زي ما قلت كان بالمنظر ده كده، الكابل زي الكابل الازرق، كان زي ده كده بالظبط. وانا جيت قطعته، نقطعه من اي حتة مش تفرق، بس انا بالنسبة لي ركبت ده في الكاسيت ومشيت السلك في الكونسولة، وطلع من عندي من الناحية التانية من المخدع. وطبعا كان في زيادة اللي هي الزيادة دي، انا قصيتها عشان خاطر ملهاش لازمة. هنقص من ده كده مثلا من اي حتة، هنبص نلاقي زي ما احنا شايفين 4 أطراف. الطرف الأحمر اللي هو السماعة اليمين والأرضي بتاعه، والطرف الأبيض ده اللي هو السماعة الشمال، وده الأرضي بتاعه. طبعا الكواليتي بتاع الأسلاك فارق، أنا جبت سلك كويس عشان خاطر طبعا هيفضل قاعد في العربية. ده اللي هنوصله، اللي انا وصلته عندي بالكاسيت، وهقول لكم برضو توصلوا عندكم لو حد الكاسيت الاصلي بتاعه هيوصله ازاي. والناحية دي هنجيب الطرفين الارضي مع بعض، نوصلهم مع بعض، ويبقى كده عندنا طرف السماعة اليمين، طرف السماعة الشمال، وده الارضي. هنوصلهم بالسوكت هنا. الارضي بيبقى دايما اللي في الجنب، هنوصل ده هنا كده، وطرف في اليمين، وطرف
في الشمال. وبكده هيبقى الكابل جاهز عندنا ان احنا نركبه في العربية. هنشرح طريقة تركيبه في العربية. لو انت الكاست بتاعك الكاست الاصلي بتاع الاي 5، الناحية التانية بتاعته اللي هي بدل دي هتبقى زي دي بالظبط برضو 3 اطراف. لو انت كابل 1 في 1 هيطلع لك 3 اطراف بس. لو انت كابل 2 في 1 قلنا 4 اطراف. وهنجمع الارضي بتاعهم مع بعض. ال3 بنات دول هنوصلهم ازاي في كاسة العربية الاصلي. هيوضح قدام حضراتكم دلوقتي صورة للفيشة بتاعة العربية او كاسة العربية الاصلي. هوضح عليها البن اليمين والبن الشمال، السماعة اليمين والسماعة الشمال وطرف الارضي. وكده الكابل جاهز ان احنا نركبه في العربية. والجزء ده انا كنت مصوره بعد ما كنت فعليا ركبت الكابل في العربية او خلصت الكابل وركبته، بس انا عملت الشرح ده عشان خاطر يبقى بادئ معاكم من الصفر، بحيث اي حد عايز يعمله بنفسه يكون الموضوع سهل بالنسبة له مفهوش اي مشاكل. وهنتنقل للمرحلة التانية في العربية ونشرح مع بعض طريقة تركيبه في العربية وشكله النهائي بعد ما نركبه ونجربه مع بعض ان شاء الله. خرمنا هنا ببنطة 5.5 مللي. وده كده الشكل النهائي للتوصيل. السلك الاحمر، السلك الاخضر، السلكين الاسود. بعد كده هنفك الصامولة دي وهندخل القطعة دي من جوه من هنا ونطلعها ونربط الصامولة من فوق من الحتة دي. بس لسه هنأكد اللحام بالقصدير على البنات عشان ما تفكش. وده كده شكل الوصلة بعد ما وصلناها بالسوكت. وهنا انا عملت عليها هيت شرينك عشان يحافظ عليها وعشان ما فيش حاجة تلمس في بعض. هنثبت الوصلة دي، هندخلها من جوه وهنطلعها من الفتحة اللي هنا. وده كده شكل الوصلة بعد ما طلعناها. هنبتدي نربط الصامولة. هنبتدي نربط الصامولة اللي بتيجي مع الجاك او مع السوكت. وده كده شكلها بعد ما ربطناها. هنبتدي نقفل الباب ده تاني. الباب ده هيبقى فيه عربيات الباب ده مستخدم في التكييف او تلاجة للكونسولة زي اللي في درج التابلو. وفي عربيات تانية مش هيبقى مستخدم. هنبتدي نجرب الوصلة مع بعض. زي ما احنا شفنا الوصلة اشتغلت مفيهاش اي مشكلة. وده الشكل النهائي. انت ممكن تخرم زي ما انا عامل هنا، ممكن تخرم هنا، ممكن تركب السوكت اللي احنا مركبينه هنا. لو انت مش عايز تمشيها في التابلو او عربيتك نوع تاني
ممكن تركب في حتى في الاي 5 ممكن تركبها في اي حته. هنا ممكن نركب في الطبه دي، ممكن نركبها في الطبه دي والسوكت يطلع من هنا، ما فيهاش اي مشكله لو مش عايز تمشي الكابل. وده كان شرح سريع لتركيب الاي او اكس في عربيه سكودا اي 5، ونفس الطريقه هتنفع في العربيه الفانتازيا، العربيه الاي 4، واي عربيه. القصه كلها تشوف المكان المناسب ليك هتخرم فيه وتركب فيه السوكت وبس كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.